خلاصة الكلام بقى كده وبذرة الموضوع، عشان اريح ناس كتير قوي واريحك واريح نفسي. اللي فيكم مش عارفني لسه، انا حسين محمد، او البيج بتاعتي اسمها حسين سليمان عشان تلاقيني بسهولة يا عم. انا صاحب فيديو البومبا اللي فيكم كتير قوي شافوه. الفيديو ده يا جماعة جاب نص مليون مشاهدة. انا عملت فيديو ونزلته عندي على البيج، كذا بيج تاني خدوه من هنا وهنا وهنا وهنا، نص مليون مشاهدة. نص مليون واحد شافوني وانا بتكلم في البومب. النص مليون واحد دول 90% منهم كانوا مسخسخين ومكركرين ضحك. ال10% التانيين دول بقى، يعني انا مبسوط ان انت انبسطت والله. بتوع ال 90% دول انبسطت وضحكت، والناس فعلا كانت مبسوطه بتضحك وبتشير لناس وبتعمل منشن لاصحابها والناس بتضحك انبسطوا. الفيديو ما كانش فيه حاجه عيب، ما كانش فيه كلمه واحده قلتها وحشه، ما كانش فيه اي حاجه خالص خالص تدعي للازدراء وتدعي للقرف خالص. هو فيديو مقرف انا عارف، وبتكلم في حاجه بس هزار، هزار محترم، هزار محترم ضحك 400,000 واحد. الناس دي ضحكت ليه؟ ما ضحكتش عشان انا بضحك او انا اراجوز، ضحكت عشان طريقه الكلام حلوه، طريقه الكلام ظريفه. الناس شيرت الموضوع وجابت صحابها وجابت اهاليها تتفرج على الفيديو عشان الكلام محترم، الكلام مفيش اي حاجه عيب. ال10% بقى اللي بينتقدوا ويقولوا كذا كذا كذا، واحد يقول لي اقسم بالله عمري ما عملتها. انت قاعد مسدود يالا، ايه اللي عمري ما عملتها؟ اكيد بتفسي، انت عبيط. الناس تقول لك، وواحد تاني داخل يقول لي يا عم انت ايه اللي يا عم بتتكلم كده، خليها صريحه، اقول بقى الكلام باسمه وبتاع وتطلعها منين فقلت له بقى بص، انا مش عايز اتكلم في حاجه مقرفه اكتر من كده، وفي الاخر ازودها قله ادب بقى، مش ناقصه. انا عايز الناس تنبسط، عايز الناس تضحك. يقول لي يا عم انت كده مش تنجح، يا عم طز في النجاح، اهم حاجه الناس تنبسط. انا هدفي من الفيديو اللي انا عملته ده او من البيج اللي انا عاملها عامه الناس تضحك. انا الفيديوهات بتاعتي اللي بنزلها قبل كده قبل الفيديو ده فيديوهات كلها ضحك، بس اخر كل فيديو حاجه مفيده، والناس اللي عارفاني عارفه كده كويس قوي، عارفه ان انا بعمل حاجه مضحكه بس فيها فايده، يعني هستفيد حاجه من الفيديو بتاعي. ما ينفعش اضيع لك وقتك في 5 دقايق 4 دقايق فيديو بتاعي في حاجه تافهه. انا مش مستفيد حاجه، ما اضيع لك وقتك في حاجه تافهه، معلش. ايه تاني؟ الناس دلوقتي بقت تشير في حاجات سف. الناس بقت خلاص السف ده هو العنوان. انا لو حد قال لي اعمل حاجه سف، ابسط حاجه عندي، ده اسهل حاجه في الدنيا ان انا اسف على حد. انا لساني ده مترين ممكن اغطيك بيه سف، وهخليك تعيط من كتر السف بتاعي. بس ليه يا حبيبي؟ ليه استفيد ايه لما اسف عليك؟ استفيد ايه لما اضحك الناس عليك؟ طب ما انا ممكن اضحك الناس بس على حاجه بتحصل، حاجه واقعيه. ليه اقول لك البنات لما بتصحى من النوم، البنات لما انا بهزر وبسف، بس الناس برضو اللي عارفه ان انا بسف في هدف، بسف عشان في الاخر اوصل لحاجه. يا جماعه الضحك والله مش لازم يكون وراه حاجه. يعني الناس دلوقتي بقت تقول لك ايه، اضحك في وش ابويا يقول لي عايز فلوس، اضحك في وش امي عايزه حاجه، اضحك في وش صاحبتي عايزه حاجه بقى. مش كده الموضوع، مش كده خالص. انا لما باجي اضحك حد او اضحك مع حد، بضحك معاه عشان نبقى مبسوطين، يبقى الوقت حلو، الوقت ظريف وبتاع، ونعدي وقت نضحك، انبسط فرفش. ليه تكئبها على نفسك؟ الضحك عندك ده تبقى في حاجتين، يا اما في شتيمه، يا اما في قله ادب، يا اما في سف، يا اما في سفاله، بقى في حاجه مالهاش اي لازمه، بقى في حاجه ما ينفعش حتى ان انت تشارك حد فيها، بقى ناس معادين انت ممكن تشاركهم فيها. لكن ايه المشكله بقى ما تضحك الناس على حاجه كده بتحصل وبتبدا كوميدي وبتاع؟ واحد يجي يقول لي يعني انت خلاص سبت كل حاجه وبتحل الشخصيه من البومبا. هي مش كده، هي فكره هزار، حبيت اوصل الموضوع بس بهزار، حبيت اضحك الناس والناس ضحكت. بس للاسف في ناس ضحكت وفي ناس قالت انت تافه. حقهم يقولوا كده ان هم ما شافوش ليا غير الفيديو ده بس، لكن لو شفت بقى فيديوهات تانية هتعرفوا ان انا بتكلم في حاجه مفيده تفيد الناس. بس للاسف الناس ما بتشيرش غير للتافه، مش بتشغل السافل اللي كل كلامه في نص اللي كل كلامه سب دين. هو انت يعني انا صعب ان انا اسب الدين؟ انا لو بحترم ده بحترم عشان ربنا مش عشان حد. لو بحترم اي حد بحترم اللي بيتفرج عليا، بحترم اللي عايز يضيع وقته في حاجه مفيده. بالاخر اضحكوا والنبي اضحكوا، يعني بصوا انا وراكم حاجه ما تضحكوا. مش عارف الناس عرفتني ولا لا، انا اسمي حسين سليمان زي ما قلت في الاول او ما قلتش، انا مش فاكر الصراحه. فيديوهاتي بصورها وان شوت، يعني من الاخر بصور الفيديو واخلص وانزله واتفرج عليه بس بعد الكومنتس. الفيديو الوحيد اللي شفته يعني بدري هو فيديو البومبا. انا اتفرجت عليه، انا نفسي اللي عامله ضحكت، الفيديو فعلا يضحك. كبروا دماغكم وما تحطوش في دماغكم عقد، فكوها شويه بالحب كده وايزي، تيك ايزي، يعني مش الموضوع مش مستاهل. يا رب يكون كلامي المره دي وصل، ويا رب الناس تنبسط وتضحك وتفرفش، وفكوكوا بقى من اي كآبه بقى، ونفكوكوا بقى، احنا عايزين ننبسط بقى، فكوكوا بقى.